ان شاء الله. دكتور احمد، يعني احنا كلنا الحقيقه بعد الاجازه بنبقى قاعدين كده، ايوه بكره المدرسه، بكره الشغل، بكره يعني وراك مهام كتير، وعندك يعني جدول مزدحم، سواء طالب سواء حد بيشتغل. وفي النهايه انت عقلك وذهنك رافضين الرجوع. أأهب نفسي ازاي قبل الاجازه ما تخلص عشان اول يوم شغل ابقى قادر أأدي بشكل كويس؟ تمام، هنتكلم طبعا عن الموضوع ده، وهتكلم طبعا عن السؤال اللي كنا بنثيره قبل الحلقه، وهي حته عشان الناس ما تقلقش، حته الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه لو اتلخبطت مثلا لمده اسبوع ممكن ارجعها في يوم او يومين، انما طالما دخلت في مرحله شهر، يعني دخلت في مرحله عديت ال 21 يوم بمعنى اصح، ودخلت في الشهر، فبتاخد من 15 يوم لشهر حتى تتعدل الساعه البيولوجيه لما كانت عليه بالظبط قبل قبل الاجازه. طب ده يعني الموضوع اللي خاص بيا انا وعلا وفريق عمل البرنامج. تمام. فدي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه الاسبوع بقى اللي فات ده اللي اسبوع بالنسبه للاسبوع اللي بيتفرجوا علينا بقى، ازاي الساعه البيولوجيه زي ما لا لو حد فتره اسبوع بيتظبط في خلال 3 ايام او 4 ايام، ده ممكن يتظبط. انما اللي وصل لمرحله الشهر والدنيا باظت معاه كده ما تقلقش. يعني احنا بنقول للناس ما تقلقش، لان في ناس بتكلمني كانت السنه اللي فاتت ويقولوا احنا الدنيا مش عايزه تظبط معانا، احنا مش عارف ايه. لا، هي هتتظبط مع الوقت. نمره 2، الدخول بقى في معترك العمل. الناس فاكره حضرتك قلت انا عايز اخش بالطاقه، لا مش هتنفع تخش بالطاقه القويه دي. هو الموضوع لازم يبقى تدريجي ويبقى ببطء. طالما خدت اجازه مطوله فالموضوع عندي هيدخل ببطء حتى استعيد كامل نشاطي الذهني اللي انا كنت عليه برضو قبل فتره الاجازه. مش معقوله مثلا انا عربيه مركونه، حضرتك ركنت السياره بتاعتك لمده اسبوع وعايز تروح مدور وجاري بالعربيه على اخر سرعه. لازم تسخن شويه، ولازم تاخد مراحلها، وبعد كده تبتدي تطلع واحده واحده لحد ما توصل للسرعه القصوى بتاعتها. وكذلك البني ادم بياخد هذا الوقت. كمان مهم جدا حاجه احنا بنعملها. انت عارف حضرتك احنا كمصريين عندنا حاجه كده جميله اسمها بعد العيد. فاحنا اوريدي بيبقى مش بس عندنا مهام، مأجلين كل حاجه بعد مأجلين حاجات كتير. فالواحد زانقين نفسنا، واحنا المفروض ما نزنقش نفسنا. بالظبط. احنا زانقين نفسنا في وقت مش المفترض ان احنا نزنق فيه كل الحاجات دي. بس هنبتدي ندخل في المراحل بتاعتنا واحده واحده. مش عايز الناس تقلق من حته ان انا داخل ببطء. هو اول اسبوع هيعدي الدنيا كلها هتظبط بعد كده. مهم جدا كمان من ضمن الامور المهمه والنصائح المهمه يا جماعه، مشكلتنا ان احنا بنقعد نقول لنفسنا انا متضايق ان انا راجع الاجازه. يا السوشيال ميديا لها تاثير في الحته طبعا دي. اللي انا عمال الحاجه اللي انا عمال ادخلها جوه عقل الباطن، باي معلومه داخله جوه عقل الباطن بتركيز، جات لي من السوشيال ميديا، جات لي من اصدقائي، جات لي من ذاتي. انا عمال اقول لنفسي انا قرفان ان انا راجع، دي حاجه مقرفه، دي حاجه متعبه، ده انا مش عارف هعمل ايه. كل هذا الامر بيؤخر حته ان انا ارجع بنفس الطاقه والقوه. بيأثر سلبا، لان كاني انا بشد نفسي لورا بمثل هذه الامور. انما لو انا اتفرجت على السوشيال ميديا وعديتها وما اهتمتش او هزرت او كده، خلاص ما دخلتش عندي بتركيز. حته ان انا متفاعل مع الامر هو ده اللي بيخليني ان انا اخر عمليه الرجوع وابقى متضايق منها. دايما يا جماعه نقول ما تزعلش من حاجه مفروضه عليك. الشغل هو مفروض عليك، لان كده هتشتغل عشان هو نعمه اصلا، وهو نعمه. في ناس كتير تحب ان هي تشتغل وتحب ان هي تبقى مكان الناس اللي بيقولوا احنا متضايقين من احنا راجعين الشغل. فبالتالي ما تزعلش من حاجه مفروضه عليك. اهب نفسك نفسيا ان ده شيء طبيعي وانت راجع له. تقعدش تقول لنفسك هذه الكلمات. مهم كمان فترات الراحه ما بين العمل. انا دلوقتي كنت لسه مريح فتره طويله، ما تنزلش بكامل طاقتك، ريح شويه. مثلا اقول بين كل ساعتين او 3 ساعات. الناس اللي بتشتغل شغل مكتبي او في السواقه او في اعمال مثلا مقاولات، حاجه بيشتغل طول الوقت، لا خد لك بريك مثلا كل 3 ساعات او كل ساعتين ونص. خد لك بريك ربع ساعه، ما ارجعش اصدم جسمي وذهني حسب يعني طبيعه شغله. صح. وكمان الطلبه نفس الكلام. اللي الطالب اللي ما كان متاخر في المذاكره وكده، مش هخش اقول له بقى ذاكر 6 ساعات ورا بعض والكلام ده كله. فترات الراحه يا جماعه هي اللي بتساعدنا على انجاز الاعمال. يعني الناس معتقده ان انا فترات الراحه دي تضييع وقت، لا، هي فترات الراحه اعتبروها من ضمن فترات العمل، لان انا بشحن نفسي. بقعد فتره الراحه بتاعتي بعمل فيها ايه؟ كل واحد يعمل الحاجه اللي بيحبها فتره الراحه. عايز تريح جسمك كده، خلاص ماشي ريحه. عايز افكر في حاجه ايجابيه بس ما افكرش في حاجات سلبيه ومشكلات. عايز افكر في حاجه ايجابيه مفيش مشكله. عايز اسمع موسيقى، اسمع قران، اللي عايز يسمع اي حاجه يسمع. عايز ان انا اتكلم مع حد، يعني بحب ان انا اتكلم معاه، حد بيكلم خطيبته، بيكلم صديقه، بيكلم صديقتها، الكلام ده كله
بتقول له ممكن اعمله في فتره الراحه مفيش مشكله، وكأن زي ما حضرتك قلتي عملت ايه الموبايل بتاعي لقيته ان هو بقى على 20 اروح حاطه شويه شحنت لي مثلا بتاع 20 تاني بقى 40 يمشيني شويه وبعدين اخد فتره راحه ثانيه وهكذا لحد ما الكام يوم دول يخلصوا هنلاقي نفسنا رجعنا بكام الكام يوم دول اللي هو على حسب الفتره الاجازه كانت قد ايه؟ لا اللي كامل الاسبوع الاول ايا كان الاسبوع الاول بتاعنا هياخد مننا من النهارده مثلا الاثنين خلاص لحد مثلا يوم الخميس اللي هم الاربع ايام دول، هو ده بنعتبره الاسبوع، لا مش بنعتبر الاسبوع كامل لحد الاجازه الجديده. بعدها خلاص هتلاقي الموضوع استقر معانا، ولكن ما نقلقش من هذا الامر، والطبيعي حسب الدراسات وحسب الاحصائيات وحسب كل احدث حاجات بتتكلم على هذه الامور ان الرجوع هو بيكون ببطء، ده الشيء الطبيعي مش الرجوع بالقوه المفرطه. ده شيء حتى مثلا اللعيبه لعيبه كره القدم ولا لعيب لما يجي يبقى مثلا ما بيلعبش بقاله فتره ما ينفعش انزله اصعب ماتش واقول له انزل اعمل، لا بياخد تدريبات الاول، ياخد مباراه وديه، حتى بينزل كمان ماتشات بينزل اوقات قليله تدريجا يعني تدريجا. فانا كمان اعتبر نفسك ان انا كاني هذا اللاعب بس انا في عملي، فانا ابدا ان انا اعمل لنفسي هذه الامور. طبعا انا بنزل عملي بيبقى 8 ساعات متواصله او 9 ساعات او كده، انا بقول بقى ايه ناخد فيها فترات الراحه، وان احنا ممكن واحنا راجعين كمان لو عندي وقت، لو انا مش مرهق قوي اعمل شيء مسلي، شيء ممتع، رياضه، حاجه اطلع بيها برضو الطاقات السلبيه اللي جوايا بحيث ان انا استعيد زمام الامور بعد فتره الاقي نفسي بنفس القوه بتاعتي اللي انا كنت فيها قبل الاجازه. طب الساعه البيولوجيه، يعني احنا هنا بنتكلم عن مساله طاقه ووضع متعلق بالذهن وهياخد راحه، خلاص حضرتك وضحت الجزئيه دي. الساعه البيولوجيه علميا اصلا هتحتاج مننا قد ايه مثلا لحد اجازه الاسبوع ده؟ الاسبوع بياخد من 3 ل 4 ايام، هو ما حدش بيفتكر ان انا في خلال اسبوع هظبط فيهم. حتى مثلا تخلي حضرتك بالك اللي بيجي مثلا من سفر طويل جاي من دوله الوقت فيها مختلف، بيجي هنا علشان يظبط نفسه مع المواعيد بتاعتنا بياخد له برضه ال3 4 ايام دول، فبالتالي نعمل حسابنا الاسبوع ياخد له 3 4 ايام، انما عديت ال3 اسابيع ودخلت في الشهر بتاخد بقى ممكن تاخد فتره قدها. لان احنا بنتكلم هنا عن ناس، كل الناس راجعه ما بعد رمضان، فبالتالي الساعه البيولوجيه اصلا كانت يعني معدومه تماما. تاني حاجه كمان الاجازه المطوله، لو هو واخد اجازه العيد العاديه هيرجع في 3 4 ايام الساعه بتاعته هتظبط. اول يوم هيقول لك يا ما نمتش كويس، بعد كده هيلاقي نفسه نام مثلا فتره وقعت منه شويه الظهر، فيجي يلاقي نفسه بالليل نام متاخر تاني بدل ما كان ينام بدري، هيفضل كده لحد ما تظبط معاه ان هو ياخد اليوم بتاعه ككل، وده شيء طبيعي. يعني انا بكلم حضرتك وانا بتقول لي قبل الفاصل بقول لك انا نفسي حصل معايا في الاجازه ان انا ممكن يحصل معايا كده في الساعه البيولوجيه ما عنديش مش متوتر منها شويه وبنزل شغلي وبعمل والاقي نفسي في النص شويه كده لحد ما الاقي كام يوم خلاص. الحكايه دي بتاثر عليهم بشكل سلبي جدا لدرجه ان هي ممكن توصلهم لمراحل اكتئاب مثلا ولا يعني مش اكتئاب، دي هو حاسس مش فاهم نفسه. ما احنا بنتكلم ليه هنا بالحلقه حضراتكم عاملينها عشان نفهم نفسنا، نفهم احنا ازاي نتعامل مع ذاتنا. دي مشكله كبيره جدا، من كل همي ان انا اتعامل مع الاخرين، اتعامل مع استاذ احمد، اتعامل مع استاذ علا ازاي، طب وتعامل مع نفسك برضو ازاي؟ فبالتالي هم بيبقوا متوترين، فاكر نفسه العمليه باظت منه، ايه ده كده مش هتظبط، هو انا كده الموضوع، فيبقى متضايق شويه. انما موضوع الاكتئاب هو مرحله متاخره، دي محتاجه يعني يكون بقى مر بصدمه ولا حاجه، انما الموضوع ده مش هيوصل معاه لحته. لكن لما يكون هو عارف من حضرتك دلوقتي وانت معانا الموضوع هيحتاج الوقت الفلاني يبقى مطمن، هيرتاح نفسيا لما يسمع الكلام ده. عامه كده لما يسمع الكلام ده هيبقى ايه، هيبقى ده من ضمن عمليه الرجوع اللي احنا بنقولها له، عمليه الشحن اللي احنا بنقولها له. وفكره ترتيب المهام، يعني ان الواحد يبقى عارف ان هو عنده حاجات متراكمه كتير، حتى لو هو مش مأجل حاجة لبعد الأجازة يعني، بس عنده مهام وظيفية كبيرة. لكن أما يعمل خطة وينظم الوقت أكيد ده هيساعده إن هو يؤدي بكفاءة أفضل ويستعيد نشاطه أسرع. طبعا عشان كده بيعملوا زي خريطة كده بتتعمل للمهام. أنا عندي مهام وأنا أقولها للناس بسهولة جدا، عندي مهام مهمة يعني حاجة مهمة وفي نفس الوقت عاجله، دي اللي انا هبدا بيها. طب مهمه ممكن اخرها لبعد بكره او بعد بعده، ودي مهمه يبقى انا دي احطها في المرحله الثانيه. طيب ماشي، غير مهمه وفي نفس الوقت في حاجات غير مهمه وعاجله، مثلا ايه عايز اعمل مشوار ممكن يكون بسيط بس لازم يتعمل في الوقت ده يجي في المرتبه الثالثه. غير مهم بقى وغير عاجل اللي هو لا مهم ولا خلاص، ده خليه بقى ترتيب اولويات. ترتيب اولويات. فاولويات